يسعد صباحكم متابعيني واهلا وسهلا بكم في قناتي قناة مطبخ غيداء. اليوم سوينا تشيل فراي على طريقتي اني وكل واحد وذوقه بالاكل. طبعا بداية اخذنا هنا لحم مفروم ولحم قطع وسلقناه شوية على النار وخلينا بيه ماي وحمسناه ويا البصل. طبعا هنا حمسته ويا البصل وراح اقلي بطاطا وباذنجان وكوسة او الشجر. راح اقليهم الى قطع وايضا اخليهم على جنب لحد ما اضيف ايضا قطع من الطماطة على اللحم اللي اني سلقته وحمسته ويا البصل. طبعا هاي طريقتي يعني متابعين، انتم شو ما تريدون سووا بس انا احب اضيف شويه خضار معه. هنا توابل كاري وفلفل اسود وثوم باودر وملح وايضا سبع بهار. بكيفكم انتم بعد شو تريدون تضيفون ضيفوا. هنا درنا القطع الطماطة عليه حتى شويه ياخذ لون ونتركه تذبل الطماطة. بعد ما تركته وغطيته تذبل الطماطة خليت ملعقة واحدة بس من المعجون واحنا ما نحبه هواي معجون بيه. وايضا راح اضيف له الخضار اللي انا قليتها، قلت لكم باذنجان وشجر وبوتيتا. وهاي التوابل اللي انا ضفتها طبعا الى هي اللي هسه قلت لكم عليها. ونحط ملح وما نكثر ملح، شوي ملح، احنا عادة بالبيت ما نحب الملح الهواية. كل هذه المواد راح نتركها شوية على نار هادئة لحد ما تتجانس مع بعض وتاخذ نكهة التوابل. بعدين نرجع لكم نشوف شكلها النهائي. تابعيني هذا شكل النهائي للتشيل فراي بعد ما خلصناه وكملناه والطعم دمار. طبعا جربوه مع الخضار ايضا طيب، مع الكوسه مع البطاطا مع الباذنجان. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم متابعيني، شويه لايكاتكم واشتراككم بالقناه. صح اني تركتها فتره بس يعني ارجع لكم بين فتره وفتره وما ناسيتكم متابعيني، فلا تنسوني انتم هم حتى اني هم ما انساكم. شكرا لكم والف عافيه وصحه مع مطبخ غيداء.